بسم الله ان شاء الله يا جماعه هنحل واجب التسميع. عبده ابن عمي دفعتكم تالتة ثانوي فهو هيحل يعني الاول المفروض. طيب هنبدأ هنا بالسؤال الاول. خلاص، بالسؤال ده احنا هنكتب اسامي المركبات دي. طيب انا دلوقتي عايز اسمي. اول خطوه بعمل بحدد حدد أطول سلسلة. فين اطول سلسله؟ علم عليه. هتبقى علم عليه. كده يعني. ماشي، علم كده مثلا. طب كده ماشي، أطول دول كام سلسلة. كربونه؟ دول 5 كربونات. يبقى اسم البيرنت بنتان. بنتان، صح، تكتب بنتان. بعد كده دايرة على دايرة على فين التفرعات. التفرعات؟ التفرع ده والتفرع ده. تمام. تمام، التفرعات دي عند ارقام كام وكام؟ استنى، انت بعد ما بتحدد اطول سلسلة بتشوف هل همشي كده 1 2 3 4 5، ولا امشي العكس، يعني امشي كده 1 2 2 أنا 3 4 5. بختار أقل رقم. بنختار الارقام القليلة، ماشي. يعني انا همشي الاحسن ازاي؟ أنت هتمشي الأحسن، هتخليك هي متهيألي. لا مش هي. مش هي. لو انا مشيت كده من مم. الواحد والاتنين دول التفرع عندي هيبقى هيبقى 3 و4. مم. هيبقى 3 و4 ثنائي ساين. طب حلو، لو انا ولو مشيت بقى مشيت من الناحية بالعكس التانية هتبقى 2 و3. يبقى هيبقى احنا اتنين نمشي من عند وتلاتة. 2 يبقى انا و3. امشي من 2 و3، صح. 2 و3 ثنائي ميثايل يبقى بنتان. التسمية دي ما كانتش مظبوطة، والصح بتاعها يبقى 2 و3 ثنائي اتنين ميثايل وتلاتة 2 و3 ثنائي ميثايل. بنتان. واسم البيرنت بنتان. ماشي، رقم 2، حدد اطول سلسلة كام كربونة، اللي هي السلسلة دي. دول كام أوكي. كربونة كده؟ دول 8. 3 6 7 8 8. تمام. دايرة على دايرة دايرة على التفرعات. ده تفرع ليه؟ ده بالنسبة لينا تفرع. ماشي، ده بالنسبة لينا تفرع. ده بالنسبة لينا تفرع، وده تفرع، وده تفرع، صح؟ دي اسمها ميثايل. أما دي على بعضها اسمها بروبايل. لا، لما هي كربونتين تبقى 3 بتبقى بروبايل، لو هي 2 تبقى ايسايل، إيسايل. لو واحدة ميثايل. ماشي، يبقى احنا عرفنا التفرعات بتاعتنا. طيب احنا قلنا البيرنت كام كربونة؟ 8 يبقى 8، أوكتان. يبقى اسمه اوكتان. أوكتان. حلو قوي، اوكتان. ماشي، يبقى احنا عايزين نشوف التفرعات. امشي بقى من انهي ناحيه؟ من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ حسب حسب الارقام قليلة. القليله. ماشي، لو انا مثلا اعتقد ان هي مش تفرق. يعني لو انا مشيت مثلا كده 1 2 3 4 5 6 7 8، لو انا مشيت كده هيبقى الميثايلات عندي في كام وكام؟ كده يبقى الميثايلات في 2 و7. يبقى انا يبقى عندي 2 2 و7 و7. ثنائي ميثايل. يبقى انا عندي 2 و7 واخدين دول ثنائي ميثايل. ميثايل. تمام. طب حلو. و5 إيسايل. و5 ايسايل. الايسايل يجي الاول ولا الميثايل؟ بتبدأ باللي هو الأبجدي. الابجدي، يبقى ال5 ايسايل تيجي الاول. إيسايل ده لو الأول. احنا مشينا كده. طب هل لو مشينا العكس هتفرق؟ تعال نشوف الارقام كده هتعمل يعني لو انا قلت مثلا دي 1 2 3 4، الايسايل هنا خد رقم 4 على فكرة. يبقى دي الارقام القليلة غالبا 5 6 7. طيب يبقى كده في التسمية التانية لو انا خدت الارقام القليلة، تمام. الميثايلات خدت كام وكام؟ 2 و7. 2 و7 برضو، بس الايسايل خد كام؟ خد رقم أقل، هيبقى خد هو ده. رقم اقل، يبقى هو ده الصح. يبقى التسمية التسمية التانية. السليمة هي التسمية التانية. يبقى احنا نخلي دي وخلاص. تبقى 4 ايسايل. 4 ايسايل كده. تمام 2 تمام. 7 ثنائي. طيب رقم 3، اطول سلسلة كام كربونة؟ كام كربونة دول؟ ده 6 كربونات. 6 كربونات. يبقى اسم البيرنت هكسان. هكسان، صح. طيب دايرة على التفرعات، يبقى ده تفرع وده تفرع وده تفرع. حلو. تمام. التفرعات تاخد ارقام كام وكام؟ امشي من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ الارقام القليلة صح. الارقام تكسب. القليلة هي اللي تكسب. طيب لو انا مشيت مثلا من هنا 1 2 3 4 5 6، لو انا مشيت كده هنبدأ بمين؟ البروم ولا الكلور ولا الميثايل؟ احنا بنشتغل اي بي سي ابجدي. يبقى مين الاول؟ البرو. يبقى البروم. المفروض اقول 2 برومو. كام كلورو؟ 4 كلورو. 4 كلورو، صح. يبقى 4 كلورو عندي. وايه تاني؟ والخمسة وخمسة ميثايل. ميثايل. وخمسة ميثايل. واسم هكسان. البيرنت هكسان، صح كده. تمام. طب لو احنا كنا عكسنا، يعني لو انا كنت عكست، كان الميثايل هياخد 2 وده هياخد 3 والبروم هياخد كام؟ 5، صح. هتبقى يبقى 2 أرقام و3 أرقام و5. أكبر. 2، لا استنى، دي 2 و4 و5. ودي 2، لا ده 2 و3 و5 دي اقل. لحظة كده، لحظة. طيب احنا قلنا ان ده هياخد في البروم، خد معايا رقم 2 مرة في التسمية اللي فوق، والكلور خد رقم 4، والميثايل خد رقم 5. يبقى لو انا جمعت الحسبة دي هيبقى 4 و5 9 و2 11. حلو. لو انا بقى مشيت العكس، خليت الميثايل 2 والكلور 3، هيبقى 2 و3 5، صح. والبروم هياخد كام؟ هيبقى 2 3 4 5. 2 3 ماشي، و5 ماشي، لا 10. يبقى لا، التسمية الصح المفروض عكس.
يبقى تعالى كده نعكس. لو انا ايه عكست دول كده، هعكس الترقيم، بحيث ان انا مثلا ارقم من هنا، ده بدايتي 1 2 3 ادي 4 ادي 5 6. تمام كده هيبقى انا عندي كام برومو؟ 5 برومو، 5 برومو. تمام. وكام كلورو؟ الكلورو واخد رقم كام؟ 3 كلورو. 2 ماشي. وايه واتنين ايه واتنين ميثايل. ميثايل. الارقام دي هتلاقي هي الاقل، فهي اللي تكسب، يبقى التسميه دي الصح. خلاص تمام. 4 عايزين نحدد اطول سلسله كام كربونه؟ دول كام واحده؟ 8 برضو. دول 3 6 7 8. يبقى اسم البيرنت بتاعك اوكتان. اوكتان. صح اوكتان. تمام. بعد كده دايره على ايه؟ تفرعات. دايره على التفرعات. ده 1 2 3 4. دول كده كام ميثايلايه؟ دول كده 4 ميثايلات. 4 ميثايلات. يبقى اسمه رباعي ولا احادي ولا ثنائي ولا ثلاثي؟ كده رباعي الميثايل. كده يبقى كده اسمه رباعي ميثايل. بس كام رباعي ميثايل؟ يعني هم عند ارقام كام وكام؟ هتشوف بقى من المكان القليل. 1 2 3 ادي 4 ادي ايه 5. يبقى ياخدوا ارقام كام وكام وكام؟ 3 3 4 4 4 كده 5 رباعي رباعي ميثايل ميثايل اوكتان. تمام. طب هل لو كنت مشيت من الناحيه التانية كانت هتفرق؟ تعال نشوف. لو انا مثلا قلت 1، ناخد قلم اوضح. مثلا ايه 1، ناخد مثلا ده 1 مثلا 2 3. لا هتبقى ارقام كبيره قوي، هيبقى 4 و5 و5 و6. لا يبقى التسميه الصح اللي احنا سميناها. تمام. طيب اللي بعدها مديلك هنا مجموعه ايه ايسايل، بس لازم نفكها عشان تبقى التسميه سهله. فانا هرسم نفس المركب تاني، هيبقى سي، هفك الايسايل تبقى ايه سي اتش 2 سي اتش 3. تعرف تقول لي المجموعه سي اتش 2 دي اسمها ايه؟ السي اتش 3 اسمها ميثايل. طب السي اتش 2 اسمها؟ بروبايل. لا إيسايل. بروبايل 3 كربونات يا ابني. ايسايل. ايسايل كربونتين. دي كربونه واحده بقول ده اهي. بس دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ ميثيلين. اسمها ايه؟ ميثيلين. ميثيلين جروب يا جماعه. اسمها ايه؟ ميثيلين جروب. ماشي عشان بيسأل عليه. يبقى دي اسمها ميثيلين جروب. اما اللي فوقها دي اسمها ايه؟ ميثايل جروب. ميثايل جايه من الميثان اللي هو سي اتش 4 شلت منه اتش. اتفقنا. طيب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى احنا كده رسمناه. عايزين بقى نحدد ايه؟ المفروض احدد ايه دلوقتي؟ اطول ايه؟ سلسلة. اطول سلسله مثلا كده. دول كام كربونه؟ 4 كربونات. يبقى اسم البيرنت بيوتان. وابدا احدد الايه؟ التفرعات. عندي كام تفرع؟ عندي تفرع اهو. تفرعات. ياخدوا ارقام كام وكام؟ 2 و2. يبقى 2 و2. ثنائي. يبقى انا عندي 2 و2. ثنائي ايه؟ ميثايل. ثنائي ميثايل. ثنائي ميثايل ايه؟ بيوتان. بيوتان. مظبوط. اللي بعدها رقم 6. عايزين نحدد برضك ايه؟ أطول سلسلة. اطول سلسله. دي اول حاجه لازم نعملها. فين اطول سلسله؟ امشي مثلا كده. ممكن حد يقول لي نمشي كده. خلاص يبقى التفرعات بتاعتك هتبقى ده او ده او ده. على فكره إيه؟ طب شوف كده اطول سلسله اللي احنا حددناها كام كربون؟ كام واحده؟ 1 2 3 4 5. 5 هيبقى اسمها بنتان صح؟ طب ممكن بقى حد تاني يجي يقول لي لا بص اعمل لي اطول سلسله كده وهتبقى 5 برضه. تبقى انهين الصح؟ اللي يعمل تفرعات اكتر هو الصح. ليه؟ بص ده لما مشي كده خلالي في تفرع هنا وحيد بروبايل، وهنا تفرع عمل تفرعين 2 بس. كده التفرعات قليله. لا التسميه دي ما تعجبنيش. امال اعمل ايه؟ لا انا عايز تسميه تديني تفرعات اكتر. فشوف السلسله اللي انا كنت عاملها كانت جايبه كام واحد؟ ادي واحد اهو، والتاني والتالت كذا تفرع. فكذا تفرع بيكسب. تمام عشان دي نقطه مهمه. طيب يبقى انا محتاج دلوقتي احدد ارقام التفرعات. واحنا عرفنا في تفرع هنا وفي تفرع هنا وفي تفرع هنا. الارقام بقى نشتغل عليه. 2 وكام؟ و3. ماشي. هو ده كده عند رقم 2 وده عند رقم 3 وده عند رقم 4. مفيش مشكله. يبقى الميثايلات كام وكام؟ 2 و4. 2 و4 ثنائي ميثايل صح؟ 2 و4 ثنائي ميثايل. في ميثايل هنا كمان. لا دي مش ميثايل، دي كربونتين. تبقى ايه؟ تبقى بروبايل. يا ابني بروبايل 3. دي كربونتين تبقى ايه؟ ايسايل. ايسايل. يبقى 3 ايه كده؟ 3 ايسايل. ايسايل. الايسايل يجي الاول ولا البروبايل؟ ابجدي. مين الاول؟ البروبايل. يا دين امي. يا عم بس الحته انا دي. بقول لك الايسايل ولا الميثايل؟ الميثايل مش البروبايل دلوقتي. ميثايل. واحده يا حبيبي. دي اي بي سي دي اي. أيوة. يبقى الايسايل يجي الإيسايل. الاول. يبقى 3 ايسايل. 3 ايسايل. 2 و4 ثنائي ميثايل بنتان. فيها مشكله؟ لا ما فاهم. تمام. اللي بعده اكتب الصيغه. عايزين نرسم بقى. طيب واحده واحده. اول حاجه عينيك تروح على البيرنت. البيرنت هنا اسمه ايه؟ إيسان. كام كربونه ايسان؟ قول لي 3 بقى. قول لي 3 هرمي نفسي. ايسان كام كربونه؟ 2 كربونتين. ارسم الاثنين. تمام. ارسم اللي بيقوله الراجل. طيب قال لك عند رقم 1 حط لي ايه؟ كلور. كلور. عايز انهي واحده تبقى الاولى؟ اصل انت ممكن تقول لي الثانيه او الاولى. هي مش انت تفرق. براحتك.
عايز انهي اللي على الشمال ولا على اليمين؟ اليمين. ماشي، اليمين اللي هي دي سي ال اهو. تمام. تمام. طيب قال لك بقى عند التانية حط لي فينايل. ايه هو الفينايل؟ حلقة بنزين شلت منها اتش. تمام. خلاص. طب التانية بقى هتبقى دي لا تبقى العكس بقى. العكس. ليه؟ لان انت قلت لي ان دي الاولى في الاول. شغل دماغك كده. افرض انت كنت قلت لي دي الاولى، خلاص كانت هتبقى دي التانية بالنسبه لي. ركز، عشان كده انا سالتك قلت لك اختار انهي الاولى وانهي التانية. يبقى تاني لو احنا هنرسم يبقى ايثان كام كربونه؟ كربونتين اتنين. قال لك عند واحد حط كلور. خلينا ناخد السنه ونحط الكلور هنا. تمام. خلاص في واحد. قال لك التانية حط لي ايه؟ فينايل. فينايل. الفينايل حلقه بنزين شلنا منها ايه؟ اتش، اللي هي كده رمزها على بعضها سي 6 اتش ايه اتش 5، لان البنزين كان سي 6 اتش 6 واحنا شلنا منها اتش فاداني الايه؟ الفينايل اللي هي اللي فوق دي. تمام. تمام. وترسم بقيه المركب ايه؟ اتشات. خلاص. ترسم بقى بقيه المركب اتشات. يبقى ده بالنسبه لرقم واحد. تمام. تمام. طيب الثانيه بيقول لك ايه؟ اسم البيرنت بيوتان. كام كربونه؟ 4. حط 4 كربونات. طيب قال لك في 3 حط لي ايه؟ برو. وعند 2 و2 حط ايه؟ كلور. فين الثانيه اللي هي دي؟ ماشي. احط ايه؟ كلور دلوقتي. يبقى كام كلور؟ كام واحده؟ 2 بقى. 2. يبقى واحده هنا وواحده مثلا هنا. وفي الثالثه حط برو. يبقى هنا حط برو، والباقي نملى ايه؟ نملى اتشات. اتشات. خلاص. تمام كده. تمام. طيب يبقى احنا كده عملنا التاني. طب التالت الكان فيه 6 ذرات كربون، يعني هو سي كام؟ سي 6 يبقى هيكسان. هكسان. صح. يبقى سي 6. تعرف تقول لي سي 6 اتش كام؟ سي 6 اتش المفروض يبقى كام؟ اضرب في 2 وزود 2 يبقى كام؟ 14. يبقى اتش 14. ده لو هو عايز رمز الالكاه، هو ده الرمز فعلا اللي هو بيتكلم فيه. تمام. بس هو قايل لك لا يحتوي على مجموعه ميثيلين. انا قلت لك في اول فوق ايه هي مجموعه الميثيلين دي؟ قلت لك لو هي سي اتش 3 اسمها ايه؟ ميثاي. 10 مره اقول. طب لو هي سي اتش 2 اسمها ايه؟ ميثيلين. الراجل بقى عايزه ما فيهوش ولا واحده ميثيلين، يعني هو عايز رسمه كده. طيب ايه الرسمه اللي تبقى شكلها كده؟ علامه الزائد. علامه الزائد. تعالى نرسم. لا مش علامه الزائد، علامه الزائد مش هتجيبها. ليه؟ هقول لكم علامه الزائد لو انتم مش فاهمين قصدي. بص علامه الشكل ده يعني سي اتش 3 هنا فيها سي، هنا فيها سي اتش 3، هنا فيها سي اتش 2. شوف هنا جت مجموعه ميثيلين ازاي. هو قال لي مش عايزها. طيب وهنا ايه؟ سي اتش 3. لو كان 5 كربونات كنت ترسم الشكل ده، مش هيبقى فيه دي. ليه؟ لان الخمسه دي هتتشال خالص، ودي هتشبك على طول مع السي اتش 3 لو هي 5، فمش هتلاقي فيها سي اتش 2. طب لو 6 لا، السي اتش 2 ظهرت، هو عايزها ما تظهر، يبقى الرسمه دي مش صح. امال ايه الرسمه الصح؟ بص اعمل 4 كربونات وحط عند كل واحده سي اتش 3. خلاص. هو ده شكله. ده شكله هيكون اسهل المفروض بعد الفيديو الجاي بالنسبه ليكم اللي هينزل على الايزومرات. خلاص. طيب فهو ده شكلها. هتلاقي دي سي اتش مش سي اتش 2. هو قايل لي ما فيهوش سي اتش 2. انا كده عملت اللي هو عايزه. يبقى هي دي رسمه المركب بتاع رقم 3. حلو الكلام. حلو الكلام. احنا كده حلينا 3. طيب الله المستعان. اللي بعدها بيقول لك الكان فيه 11 ذره. يبقى هو مديني. احنا قلنا السؤال ده ممكن يجيب شكلين، يا يجيب لي عدد الذرات يا يجيب الايه؟ تمام. يا ابني ركز. الكان فيه 11 ذره، كل الذرات اللي في الالكان 11 ذره. تمام. تفتكر كده ممكن يبقى سي كام؟ مثلا سي 2 مثلا. سي سي 2 2. اتش 6 دول 8 مش 11. هو بيقول لك 11. سي 3. سي 3 اتش كام؟ احنا بنضرب في 2 وبنزود 2 يبقى المفروض اصلا يبقى اتش 8. هو فعلا هيبقى كده سي 3 اتش 8. بس انت جبتها بالتجربه. احنا عايزين بقى نحلها كمساله مش بالتجربه. هتطلع فعلا 11 ذره. طيب تتحل بالمساله ازاي؟ ده احنا قلنا السؤال ده بيجيب حاجتين، يا يديك عدد الذرات يا يديك الكتله. قلنا اول ما يجي لك عشان ممكن يجي على الالكان او الالكين او الالكاين، قلنا اكتب القانون بتاع الالكان. ايه هو القانون؟ سي ان اتش ايه 2 ان زائد 2 بيساوي الرقم اللي هو قايله 11. بس المره دي الراجل قايل لي ذره. لو كان قال كتل اكتب الرقم ده كتل، قال مثلا 40 جرام اكتبها. خلاص. طب حلو. احنا قلنا هنشتغل بحاجتين. شوف بقى هل ده هشتغل عدد ولا اشتغل كتل؟ عدد. ليه؟ لانه قايل لي 11 ذره. يبقى احنا هنا هنشتغل عدد. يبقى السي ان دي يبقى كام ان؟ واحده ان زائد كام ان في الاتش؟ 2 ان زائد ايه؟ زائد 2 بيساوي ال 11. هشيل من ال 11 2 يديني كام؟ يديني 9 بيساوي 3 ان. يبقى الان بكام؟ يبقى الان بيساوي 3. هقسم على 3 يبقى الان بايه؟ ب3. صح؟ طب يبقى لو الان ب3 هتعوض بقى انت في القانون اللي هو السي 3 ده هيطلع معاك سي 3 اتش كام؟ هيطلع معاك سي 3 اتش 8. خلاص زي ما احنا كنا مطلعين. تمام. طيب يبقى هو ده الرمز. يبقى انا في 4 جاوبت. انا قلت له ايه الرمز بتاع ال 11 ذره ده. طيب الكام بقى فيه 8 ذرات هو اصلا فيه 8 اهو. يبقى هو كان سي 3 برضك اتش 8. وكتلته الموليه برضك بص مديك بقى نفس السؤال بس كتله. هتعمل ايه؟ نفس الشغل بس هتغير دي وتخليها ايه؟
وتخليها بدل ما هي عدد تخليه كتله بالظبط. فنحط هنا كام جرام بقى؟ 44 جرام. اشيل منها كام ال 44؟ 2. يبقى 44 ناقص 2 يدينا كام؟ 42. بس انا شغال جرامات، المره الاولى كنت شغال عدد فقلت 1 ان زائد 2 ان، المره دي جرامات فتعوض عن السي بكتلتها، يبقى 12 ان زائد كتله الاتش. كتله الاتش بكام؟ بواحد في 2 ان بكام؟ ب 2 ان. يبقى الحسبه دي مع بعضها هتلاقي 14 ان بيساوي كام؟ 42. هتقسم على 14 هتلاقي ان طلعت معاك برضو ب3. خلاص تمام. تطلع معاك بقى ايه؟ نفس الرمز اللي احنا كنا مطلعينه برضه. كل الطرق هتؤدي الى نهايه الحل في الاخر. خلاص تمام. اللي بعده بيقول لك ايه؟ الاسماء دي مكتوبه غلط، احنا عايزين نكتبها صح. طيب اول سؤال بيقول لك ايه؟ 2 ايثايل بيوتان. اسم البيرنت كام كربونه؟ بيوتان يعني كام كربونه في البيوتان؟ ها 4 كربونات. تحط لي 4 كربونات عند 2 هو حاطط ايثايل. ايثايل. كام كربونه الايثايل؟ الايثايل كربونتين. سي كام؟ سي 2 اتش كام؟ C2H6. اتش 6 ده ايثان، هو بقى ايثايل شيل منه اتش يبقى اتش كام؟ اتش 5. هنحدد اطول سلسله. اطول سلسله تبقى ايه؟ كام كربونه كده؟ هتبقى 5 كربونات. يبقى اسم البيرنت بنتان. ورقم التفرع بتاعي عند كام؟ ما ينفعش عند 3. لا هو مسمي غلط، فكك من ده، ما هو ده غلط، احنا رسمنا اللي قاله، هو بقى ايه؟ سماه غلط، احنا عايزين نسميه صح. تمام. يبقى اسم البيرنت كده بنتان، والتفرع ده عند رقم كام؟ الكربونه كام؟ 3 دي 3. يبقى 3 ايه؟ 3 ميثايل بنتان. طب ايه الغلط اللي الراجل عمله؟ ان هو ما حددش اطول سلسله كربونيه، ده الغلط اللي ايه؟ وده وجه الاعتراض على التسميه في رقم 1. خلاص يبقى ده رقم 1. طيب رقم 2 بيقول لك اسم البيرنت بروبان، يبقى كام كربونه؟ 3. 3 صح، يبقى 3. حاطط بروم عند كام؟ عند التالت. يبقى مثلا هنا صح؟ حاطط لي بروم. تمام. وتملى طبعا الباقي بإتشات عشان ايه؟ محدش يعلق على الحته دي. تمام. يبقى هو مسمي كده 3 بروم، هل ده صح؟ امال ده المفروض يبقى اسمه ايه؟ ده المفروض يبقى اسمه الصح، مش اسم البيرنت بروبان كده كده؟ صح؟ تمام. البروم بقى عند رقم كام؟ عند رقم 3. هي الصح 3، هو قايل لي ان هي 3. لا هتبقى قليل 1. انا عايز الرقم الاقرب للتفرع، فهو كده لا ده مد التفرع رقم بعيد قوي. يبقى الاجابه الصح 1 ايه؟ 1 برومو بروبان. 1 برومو بروبان. خلاص طيب. يعني هو عايز الرقم القليل يعني؟ التفرع دايما بيبقى عايز الارقام القليله، تجيب تفرعات كتير وتديك ارقام قليله، وفي نفس الوقت مراعي الابجدي اي بي سي. اتفقنا؟ واول حاجه بنعملها اللي هي ايه؟ اطول سلسله كربونيه. يبقى كده ايه؟ عملنا 2. طيب 3 4 4 ثلاثي ميثايل بنتان. بنتان كام كربونه؟ 5 كربونات. يبقى اهو 5 3 4 4 ثلاثي ميثايل. عند الثالثه حط ميثايل صح. وعند الرابعه حط 2 بقى، احط 2، واحده فوق واحده ده، واملى بقيه المركب ايه؟ ماشي. ممكن يكون ممكن يبقى 2. يبقى هنا الصح ايه المفروض في التسميه؟ 2 و2. يبقى 2 و2 ها؟ 3. 2 و2 و3 ثلاثي ايه؟ عشان يبقى اقل. بالظبط الله ينور عليك. ثلاثي ايه؟ ثلاثي ميثايل. واسم البيرنت بنتان. بس كده. صعبه هنا طبعا في اتشاي. ماشي تمام. يبقى ده مظبوط. يبقى الراجل كان ايه الغلط اللي هو عمله؟ الغلط هو كان عدد كده 1 2 3 4. الراجل عد كده ما دورش على الاقل. ما دورش على الاقل. الله ينور عليك، الله ينور عليك، بالظبط كده. تمام. طيب اللي بعدها يبقى 3 في مشكله؟ لا كده ايه؟ حلينا دول. طيب 4 اسم البيرنت بيوتان. ارسم كام كربونه؟ 4. هي حاطط عند 2 ايه؟ 2 ميثايلايه. وحاطط عند 3 فلور. يبقى في هنا ايه؟ اف. تمام. عايزين نسمي احنا صح. عايزين نسمي احنا صح. اسم البيرنت كده برضك هيكون ايه؟ بيوتان. هو مسميه بيوتان ماشي. هو قايل برضك بيوتان، ما غلطش هو في البيرنت. يبقى هو الراجل حدد اطول سلسله صح برضه. تمام. التفرعات بقى المفروض تبقى الصح ايه؟ عشان ممكن الابجدي انا اي بي سي دي اف، الاف يجي الاول. يبقى المفروض كنت اقول كام فلورو؟ 2 فلورو. وبعد كده 3 ميثايل. يبقى الراجل هنا كان غلطان في ايه؟ انه ما راعاش الايه؟ الابجدي. كان حط الميثايل الاول، والصح ان احنا نجيب الفلور الاول. طب هل كان غلط في الارقام؟ لا ما غلطش في الارقام. غلط فين؟ في الابجدي. خلاص في مشكله كده؟ مفيش مشكله. طيب رقم احنا وصلنا لكام؟ 5. اسم البيرنت بنتان. كام كربونه؟ 5 كربونات صح. حاطط عند 2 ايه؟ بروم. يبقى نحط هنا بروم. حاطط عند 3 بروم برضك، يبقى حط هنا بروم. 2 برومو 3 برومو بنتان. طيب ماشي. ايه الغلط في التسميه دي؟ اسم البيرنت هنا ايه الاول؟ اسم البيرنت هنا بنتان برضك صح. يبقى ما غلطش في اسم البيرنت. ماشي. سمي كده. ده المفروض يبقى ايه الصح؟
ده المفروض يبقى لسه البروم ده مش ده تفرع؟ أيوة. واخده ارقام كام وكام؟ 2 و3 يبقى المفروض اقول 2 وايه؟ و2. 2 و3 بقى. ثنائي ايه؟ اه صح، يبقى ثنائي برومو. ما قالش كلمة ثنائي. ما قالش كلمه ثنائي برومو، ما جمعهمش. صح كده. وحط دي لوحدها ودي لوحدها، فالصح ان انا اقول 2 و3 ثنائي برومو ايه؟ علم على كلمة. بنتان. خلاص، يبقى هي دي الايه المظبوطه. تمام، في مشكله؟ بس هو ده الايه، اعتقد ان هو ده الواجب يعني، ما كانش في حاجه تانية. في مشكله كده؟